السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمال يا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله. النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض خلية النحل. أنا هعملها بحشوة الجبنة. أنا عاملاها طلبا ل متابعة معانا اسمها إي طلبتها مني. هي سهلة قوي وبسيطة قوي ومكونات بسيطة خالص موجودة في البيت. وهتبقى هشة معاكي وجميلة. شايفين؟ بصوا قلبها من جوه، هي بس كانت سخنة. حلوة جدا ولذيذة جدا مع كوباية شاي، في فطار، في عشاء. يعني عايزة اقول لكم ان هي ريحتها كانت جايبة اخر الدنيا بجد والله. اسفة. تعالوا بقى يلا بينا كده نشوف هنعملها ازاي مع بعض. ويلا بينا. هنسمي الله بقى كده. معايا هنا بقى 3 كوبايات 3 كوبايات ونص دقيق. تمام. هي ما خدتش مني 3 كوبايات ونص، هي خدت مني حوالي 4 كوبايات. بس طبعا في العجن هوريكم ان هي خدت مني اكتر. وده طبعا غلطة مني انا، مش حاجة يعني ان انا المية زادت مني بحاجة بسيطة فاضطريت ان انا ازود شوية دقيق. فانت خلي بالك من المية وانت بتحطي. تمام. معايا هنا 3 ونص كوبايات دقيق. ممكن تنخلي وممكن لا، عادي مش مشكلة، بس انتي لو حابة تنخليهم هيبقى احسن طبعا. هنحط عليهم بقى نسمي الله كده. هنحط معلقة سكر ممسوحة مش كبيرة قوي، وهنحط ربع معلقة ملح صغيرة او اقل من ربع كمان. متنسوش يا جماعة ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاة على الرسول. ما تنسوش الاستغفار والحوقلة والدعاء للثانوية العامة. هنحط معلقتين كبار زبادي. ممكن تستبدليهم بمعلقتين كبار لبن بودر اللي موجود عندك والمتاح. ممكن تحط شوية لبن بدلهم، ممكن تستغني عنهم خالص بس بيخلوا العجينة طرية. تحطي معلقتين زيت كبار أو ربع كوباية. هنحط بقى معلقة كبيرة خميرة فورية، هنحطها مع بعض. أنا كان عندي هنا بقية كيس فحطيته الأول. هي عندي المعلقة اهي، بس هي يعني ما اتمليتش قوي زي ما انتوا شايفين كده. فهكملها بباكو تاني يعني هاخد منه شوية. احنا في الحر وفي الجو الحر ده العجينة يعني بتخمر بسرعة عن الشتاء. اهو حطيت شوية كده عليهم عشان تكمل المعلقة تبقى مليانة. بس كده هقلب بقى كل ده في قلب بعضه كده. لو عندك عجان برضو هتستخدميه عادي، هتحطي كل المكونات وتشغليه. بس انا عجاني للاسف بايظ ومكسله، يعني بنساه بصراحه، يعني انا بنساه. نعمل بايدينا احسن. انتوا عارفين ان انا بحب العجن بايدي قوي، بس كان عندي لغايه دلوقتي مشكله في ايدي. بس الله المستعان، يعني الحمد لله ربنا يقوينا جميعا يا رب. بس انا بعشق العجن جدا. ريحه الخبيث في البيت يا جماعه خير بجد. البيت اللي فيه دقيق ما يبقاش فيه دقيق فعلا. هتقومي تعملي اي حاجه بدقيق. انا حطيت دلوقتي كده حوالي كوبايه الا ربع ميه فتره، علشان الخميره ما تبص مننا. الخميره بتبوظ لما بتبقى ميه ساقعه، يعني ما بتخليهاش تخمر بسرعه. لما بتبقى ميه سخنه بتموت الخميره فما بتبوظها خلاص. فالميه تبقى فتره زي دمع العين كده، كأنك بتعملي رضعة بيبي او اقل كمان من السخونيه دي. هلم بقى العجينه كده. هقولك على حاجه، وانتي بتعملي اي اكل، اي معجنات، اي حاجه بتعمليها، اقري سوره لإله في قريش. والله بتبقى كل الاكل بركه. سواء بتعملي معجنات، بتعملي عيش، بتعملي اكل، يعني بتطبخي اي حاجه وانتي بتعمليها لولادك وفي بيتك، اقري وانتي بتعمليها لإله في قريش.
وهتدعيلي. انا كده لميت العجينة. هي طبعا خدت مني، بصوا انا لما حطيت الزبدة دول معلقتين زبدة، معلقتين كبار زبدة. هعجن بقى، هبص الاقي العجينة طريت معايا قوي، يعني بقت معجنة قوي معايا كده، ملزقة قوي زيادة عن اللزوم. فحطيت لها ربع كوباية في ربع كوباية، ف علشان تلم معايا يعني. بس هي خدت معايا حوالي كوباية وربع مية. انتي بقى على حسب نوع الدقيق، كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. ده دقيق سايب على فكرة، مش دقيق اكياس، مش شركات يعني. انا بعت اجيبه فجابوهولي سايب بصراحة يعني، بس كان حلو مش وحش خالص. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هي العجينة هتبقى معاكي في الآخر بتلزق حاجة بسيطة خالص، ما دام بتلزق معاكي حاجة بسيطة خالص هتطلع معاكي كويسة يعني، مش وحشة. هلمها بقى كده. هدهن بقى البولة بتاعتي نقطة زيت كده. أنا آسفة. وهدهن وشها برضو. متنسوش اللايك يا جماعة، واللي مشتركش في القناة يشرفنا ويشترك. كومنت حلو منكم بذكر الله. اللايك بيرفع الفيديو يا جماعة عشان أكبر عدد من الناس يشوفوا. هغطيه بقى دلوقتي بستريتش راب، هشغل الفرن قبلها ب10 دقايق واطفيه واحطه جوه. ولو هي بولة ازاز كده ممكن تحطيها في صينية او في اي حاجة وتحطيها عشان ما تخافيش ان هي تفرقع او حاجة. او ممكن انا بصراحة بحطها تحت بطاطين، يعني بحط فوقها بطاطين واحطها في اي مكان، على اي ترابيزة، على اي حاجة، والفها كده ببطانية او اتنين. ما بتاخدش نص ساعة، ساعة الا ربع. هي كده خمرت معايا. هعمل بقى كور قد الليمونة الكبيرة كده. عارفين الليمون اللي هو القضاليا ده الكبير، يعني قدها كده. عايزة تصغري صغري براحتك على حسب ما انتي حابة يعني، بس هو الحجم ده لقيته كويس جدا يعني. معجنات حلوة قوي في البيت، بتأكل الولاد. لو هما مش حابين ان هما ياكلوا اي حاجة مع كوباية شاي بلبن او كوباية لبن، هتبقى حلوة جدا. ممكن برضو نفس العجينة هي هتعملي منها بالشوكولاتة. تمام. احشيها شوكولاتة، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة بني، مربى، نوتيلا. بصي اي حاجة انت حابة ان انت تحشيها بيها، جبنة تركي، جبنة شيدر، اي حاجة، اي حاجة انت بتحبيها، اي طعم بتحبيه ممكن تحشيه لولادك. اللي هم بيحبوه احشوه لهم. عايزة اقول لكم ان هي ما قعدتش، يعني انا عملتها ما قعدتش. بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي داق منها واكلها. ألف هنا وشفا. انا هسيبها بقى تريح شوية، يعني مش هعملها على طول. انت حابه ان انت تحشيها على طول وتحطيها في الصينيه تخمر، اوكي. انا هسيبها شويه كده تخمر وبعدين هعملها واسيبها تخمر تاني. هغطيها بقى كده. اهي هي كده خلصت. شايفين خمرت ازاي؟ دي صينيه معايا بقى مدهونه زيت، مسحها بشويه زيت. وادي الجبنه، انا حاطه جبنه، دي جبنه ناشفه عاديه. افتحها كده، فريجيها كده شويه. احط الحشوه بقى كده.
على فكرة ممكن تحطي مع الجبنة، يعني ممكن تهرسي الجبنة وتحطي معاها حبة البركة، زعتر، أي نكهة برضو انتي بتحبيها، نعناع، و... وتحطيها برضو تحشي بيها. بس أنا حبيت إن أنا أعملها من جوه كده سادة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. متنسوش ندعي طلبة الثانوية العامة يا جماعة، ربنا معاهم يا رب. هترصيها كده، خلي بينها وبين سور الصينية فرق، وبين يعني كل واحدة بينها وبين التانية برضو فرق، لأن هي هتخمر تاني يعني. هي مش هتخمر زي ما خمرت أول مرة، عشان نبقى واضحين وعارفين. خدي بالك من نقطة زي دي، مادام سبتيها تخمر كده هتخمر، بس مش هتخمر قوي كده. أنا عملت اهو كذا واحدة معاكم. سمي الله واعملي كده، وإن شاء الله تطلع منك أحلى من كده بكتير كمان. ولو عملتيها حلو ممكن تعملي الصوص، اللي هو الصوص بتاع السينابون ده، اللي هو لبن بودرة وسكر بودرة وكريم جانتيه وبتضربيهم بمية سخنة وزبدة وترشيها عليها. طبعا انا ظبطت الصينيتين لان هما ما خمروش قوي، دي هي كده بعد ما خمروا. هدهن بقى وشها، انا دهنت وشها زبدة. انتي ممكن تدهني ممكن لبن ونسكافيه وفانيليا، ممكن صفار بيضة معاها نسكافيه، اللي انتي متواجد عندك. عارفة، لو شوية مية بسكر وهتدهني وشها هتبقى زي الفل معاكي. اي حاجة متاحة في بيتك اعملي بيها. هرش بقى شوية حبة البركة وسمسم، ممكن تحطي سمسم بس، ممكن تحطي حبة البركة بس، ممكن ما تحطيش خالص. لو انتي ما عندكيش مش مشكلة، ممكن تسيبيها كده. يعني نص كيلو دقيق هتقومي تعمليهم، مش هياخدوا منك وقت خالص والله، وهتأكلي ولادك حاجة حلوة كده يتعشوا بيها يفطروا بيها. مادام مش عايزين ياكلوا العيال، انا عارفة ولادكم دايما بيتعبوكوا في الاكل والشرب. انا كده خلصتها اهي. هي هنا سخنة على فكرة، لما بتطلع ساعات بيبقى وشها ناشف شوية، شايفين؟ بس لما تغطيها وتسيبيها حبة، انا غطيتها وسبتها حبة طريت جدا. بس انا طبعا مش هسيبها بقى تتغطى وتبرد وكده، لا انا عايزة اوريها لكم على طول. لان ولادي كانوا حابين ان هم ياكلوها سخنة اصلا، يعني ما استنوش. هي سخنة فانا مش عارفة امسكها، لو تلاحظوا الدخان طالع منها اهي، والجبنة كانت تحفة جواها وسايحة. ممكن تحشي موتزاريلا كمان. يا رب جربوها بطريقتي بقى وتعجبكم، ان شاء الله هتعجبكم تعملوها احسن ما انا عملتها باذن الله. وما تنسوش باللايك والاشتراك، كومنت حلو منكم بذكر الله، واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.